لم تكن ليلة هادئة في مدينة ديار بكر، مع أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية التركية مشيرة إلى زيادة عدد مقاعد الأكراد في البرلمان التركي عن نظيرتها في الانتخابات السابقة، حتى عمت الاحتفالات أرجاء المدينة. أنصار الأحزاب الكردية تجمعوا بالآلاف في عدد من شوارع ديار بكر، بعض تجمعاتهم تحولت إلى صدامات مع الشرطة التركية التي حاولت تفرقهم، لكن الحياة في المدينة عادت صباحا إلى طبيعتها، ومع عودتها بدأ العمل هنا لتحديد أفق استثمار هذه النتائج. حققت الأحزاب الكردية نجاحا كبيرا في هذه الانتخابات، وبات لديها 36 مقعدا في البرلمان، مما يؤهلها لتشكيل جبهة أقوى داخل البرلمان تساهم في حل المشكلة الكردية مع حزب العدالة والتنمية. ويبدو أن تحصيل الأكراد لهذه النسبة من المقاعد لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لخطة عمل واضحة بنيت على ركيزتين أساسيتين، أولهما توحد العديد من الأحزاب الكردية في أهدافها، إضافة إلى تنظيم حملاتهم الانتخابية على أساس دعم مرشحين مستقلين معروفين بشكل جيد في الشارع الكردي. ويشير بعض المسؤولين الأكراد في المدينة إلى أن بعض السجالات التي رافقت الحملة الانتخابية ستتحول منذ اليوم إلى محاولة لتنظيم جهود التواصل مع حزب العدالة والتنمية من أجل مستقبل أفضل للأكراد. كل الأعراق لديها الحق في العيش في تركيا. شهدنا في السابق صراعا محتدما وذرفنا الكثير من الدموع. نريد أن نبني تركيا جديدة يعمها السلام من أجل أولادنا. وتبقى نقطة الخلاف ربما بين الشارع الكردي وحزب العدالة والتنمية مبنية في الفترة الحالية على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان القائل بانتهاء المشكلة الكردية في البلاد، وهو ما ينفيه كثير من الأكراد هنا. نتائج الانتخابات البرلمانية التركية وما أفرزته من زيادة في عدد مقاعد الأكراد داخل البرلمان التركي ستزيد بحسب البعض من فرصة تأثير الكتلة البرلمانية الكردية على مشاريع قرارات الحكومة التركية المقبلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأوضاع الأكراد في تركيا. المعتز بالله حسن، الجزيرة، من مدينة ديار بكر.